السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد ومشكلة جديدة من اللي بتتواصلوا معايا وتبعتوها لي على الفيسبوك، انستجرام، تويتر، اسمع كلام ستك، وعلى صفحة ستو كمان الموجودة على الفيسبوك، وعلى رقم الواتساب. كل دول موجودين تحت في التقفيصة بتاعة الوصف. افتحوا تقفيصة الوصف هتلاقوا كل الكلام ده. هو غالبا بنسى احطه. بس خلاص بقى ان شاء الله مش هنسى يا جماعه، حطوا ان شاء الله. عايزه اقول لكم على حاجه. ان شاء الله انا بحاول ان انا المشاكل بعد لما هي ما بتبعت لي زي ما انتم ما قلتوا ان الناس تبعت ردود علشان تعرفوا هم عملوا ايه. انا حاول حاضر هنزل لكم الردود دي وتعرفوا اراء الناس. امبارح صراحه يعني على قد ما كان في اراء شويه يعني بس كام تعليق، لكن كان كلهم في نفس الاتجاه ان لا ما تطلقش، لا ما تسيبش. وانا برضو كنت قلت نفس الكلام، ما تسيبهاش ومش بالسهل ان انت تقول ان مراتك مثلا سلوكها مش كويس. الحمد لله الراجل اقتنع بالكلام وقال انه هيحاول يقعد معاها، يحاول يخرج ياخدها ويخرج ويتكلم معاها بره ويمكن يعرف مالها او فيها ايه. يلا بقى ناخد المشكلة اللي معانا النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ستو؟ لو سمحتي انا عايزة اخد رأيك في تعليق، بس مش عايزة انك تظهري اسمي، ولو سمحتي يا ريت من غير لما تقولي اي حاجة تدل على شخصيتي. انا على فكرة ما بقولش اسماء خالص، كده كده يعني. انا يا ستو متجوزة ابن عمي، يعني مش ابن عمي قوي لكن يقرب لنا، يعني يعتبر ابن عم ابويا. كان كويس ومحترم في الاول وجه يتقدم لي وابويا وافق لانه عارف ابوه كويس جدا وعارف طباعهم. هو في الاول الصراحه طول فتره الخطوبه كان محترم وابن ناس وكان تعامله معايا كويس جدا. بعد لما اتجوزنا كأن حاله اتشقلب واتقلب رأسا على عقب، بقى بيعاملني معامله سيئه، شتيمه وضرب وبهدله وسب دين، استغفر الله العظيم يا رب، وكل الحاجات اللي انت تتخيليها. كنت بستحمل شوية واروح عند اهلي شوية، لغاية في مرة ما ابويا قال لي كتر الغضبان ده هيخلي جوزك يكرهك ويبعد عنك، حاولي تعيشي حياتك وتتأقلمي على الوضع. مش معنى كده اني بقولك لو غضبتي ما تجيش عندي، لا تعالي وبيتي مفتوح، بس حاولي تطنشي مرة وتعدي مرة ومرة تزعلي عشان الدنيا تمشي. وكنت مقررة اني ما اخلفش منه. وبعد سنتين يا ستو بقى ومحايلات من اهله ومن اهلي، الحمد لله ربنا رزقني بابني الاولاني، وبرضو المعاملة ما اتغيرتش لكن قلت شوية. بقى شكاك لاقصى درجة، يعني ممكن طول ما انا قاعدة ياخد الموبايل يفتش فيه، لو بكلم حد من اخواتي يشد التليفون ويحطه على ودني ويشوف انا بتكلم مع مين. شك طول الوقت، لدرجة ان ابويا ربنا يديله الصحة وطولة العمر قرر انه هيوزع الميراث بتاعنا علينا. والحمد لله نصيبي كان كويس، قلت هحط مقدم شقة، وقلت له انا هحط المقدم ونحاول ندفع القسط انا وانت. انا الحمد لله بشتغل وعندي مرتب محترم، وهو وافق على الوضع ده، بس قال لي ان الشقة هتبقى باسمه بس مش باسمنا احنا الاتنين. وانا وافقت وقلت مش مشكله، وكنا شغالين في مصاريف والاقساط بتاعه الشقه انا وهو، لحد لما في يوم لقيته بيقول لي انه هيبيع الشقه علشان عايز يعمل مشروع مع اصحابه. قلت له لا، انا مش هبيع تعويشه وشقه العمر علشان تروح تعمل مشروع يا يصيب يا يخيب. قال لي هو انا بسالك ليه؟ اصلا الشقه باسمي وانا كنت بسالك تحصيل حاصل. ولقيته واتفاجئت بيه انه باع الشقه وعمل مشروع يا ستو وفشل الحمد لله من تالت شهر. ساعتها انا اتخانقت معاه وشتمني وضربني وغضبت ورحت عند اهلي. قعدت هناك حوالي سنة وهو ولا سأل فيا ولا في ابنه ولا اي حاجة، فين وفين لما كان حد من اهله بيجوا. وبعد كده ابوه جه لابويا وقال له ان احنا نصلح العيال ونرجعهم لبعض وكده. ورجعت له تاني يا ستو وكنت حامل تاني، وفضلنا مكملين في البهدلة وقلة الأدب، لدرجة انه مرة ضربني وانا حامل وجالي نزيف ورحت المستشفى، ورحت برضه غضبت عند اهلي وفضلت قاعدة فترة. قعدت وقت كتير هناك بقى لحد لما ولدت ولحد لما ابني بقى عنده حوالي سنة ونص. والمرة دي كنت مقررة ان انا مش هرجع له، وعشت حياتي يعني ما تقدري تقولي ان انا قلت هتطلق خلاص وهرتبط بحد يمكن يكون نصيبي معاه احسن.
وبقيت يا ستو بكلم مع ناس زمايلي في الشغل، بس والله العظيم في حدود الأدب والاحترام. عمري ما اتكلمت في حاجة خارجة، يعني هزار شوية ضحك شوية. وقبل كده كنت بتكلم مع واحد زميلي في الشات، وقعد يقول لي إن هو ومراته غضبانين مع بعض، وقعدت أقول له حاجات إزاي تقرب من مراتك، وإزاي إن انتوا علاقتكم تبقى مع بعض كويسة. لكن زي ما تقولي كده إن دي الغلطة الوحيدة اللي عملتها في الموضوع ده كله. بعد كده جوزي جالي وقعد يعتذر، وأقسم بالله إنه مش هيعمل الحاجات دي تاني، وأنا صدقته ورجعت معاه للمرة التالتة. وبعد شهرين من رجوعي اكتشفت إن أنا حامل. يعني أول مرة ضربك وشتمك وبهدلك حامل، تاني مرة بقى إيه بقى خلينا نكمل للآخر. وجوزي عرف بس ما حسيتش بيه فرحان، وكان كعادته بياخد موبايلي يفتش فيه، ولقى الشات اللي ما بيني وما بين صديقي ده يا ستو او زميلي، مش فارقه، الاتنين ما بينزلوش من زور. وقعد يواجهني بالكلام ده، وقلت له ده ساعه لما كنا غضبانين كان بيسالني على رايي كست ان الستات ايه اللي بيزعلها وبيضايقها، وانا كنت بتكلم معاه. قعد يزعق لي ويشتمني وقال لي انا اصلا كنت شاكك فيك وحاسس ان اللي في بطنك ده مش ابني. وقعد ياخد الشات ده يا ست وطبعه ونزله على الجروب بتاع العيله، وبعته لابويا واخواتي والجوازات اخواتي، وبعته لكل قرايبنا وكل ولاد عمي، والناس كلها كان عندها الشات ده. وقال لهم هي دي الست المحترمه اللي كانت صاينه بيتي وعيالي، وانا مشاكك فيها وشاكك ان اللي في بطنها ده ابني اصلا. وانا قعدت اشتم فيه وقلت له انت انسان فيك وفيك وفيك. ورحت عند اهلي وصممت ان انا اعمل تحليل دي ان ايه اول لما البيبي يتولد. وبابا قال لي احنا هنعمله مش علشان انا شاكك فيكي، بس علشان اخرس له لساني. دلوقتي بقى يا ستو انا ولدت من شهر، والحمد لله البيبي طلع ابنه، والناس كلها شهدت عليه وقعدت تزعق معاه وتغلطه وتقول له انت ما كانش ينفع تعمل اللي انت عملته، والمفروض تروح تتأسف لمراتك. هو دلوقتي عايز يجيب اهله ويجي يتأسفوا لي. ثانية ثانية واحدة، الطم بقى الطم ونكمل المشكلة. لا نكمل المشكلة ونلطم لطم جماعي في الآخر. وانا مش عارفه اعمل ايه. بابا بيقول لي ارجعي له خلاص، يمكن اللي حصل ده يعلم عليه ويكون عبره وما يعملش كده تاني. بس انا مش مسامحه في الكلام اللي قالهولي والشات اللي بعته للعيله كلها، وانه كان مشكك في ابنه. انا دلوقتي محتاره ومش عارفه اعمل ايه. تفتكري يا ستو اديله فرصه تانية ونرجع، ولا خلاص اللي فيه ده مش هيبطلوا؟ بالله عليكم تردوا عليا، انا عارفه ان انا يمكن اكون غلطانه، وطبعا هتقولي لي انت اصلا المفروض ما تساليش سؤال زي ده. بس بصراحة مع زن بابا وزن العيلة بقول أنا هعمل إيه بثلاث أولاد، وأنا لو كنت عايزة أتجوز دلوقتي مش هينفع أتجوز، محدش هياخدني بعيالي دي. بالله عليك يا ستو تردي عليا. عندما يعجز الكلام والصمت عن الرد، فانت ما تبقاش تعرف تعمل ايه، ترقع بالصوت الحياني او تلطم بالصوت الحياني برضك، فبتبقى انت مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا. يعني شتيمة وضرب وبهدلة، سب أعراض، تشكيك في نسب، كل حاجة أنت قلتيها لنا بسم الله ما شاء الله. يعني طب أنت مستنية إيه؟ ترجعي له على أنهي أساس؟ أنت بتقولي علشان خاطر ولاده وعلشان معرفش إيه. أنت فاكرة إن شخصية غير سوية زي دي هتعرف تربي أطفال؟ ده أنت تربيهم لوحدك في الشارع كده أحسن لك ما أنت تروحي مع واحد لا عنده أخلاق ولا عنده أي حاجة. مش معنى كده ان انت مش غلطانه، لا انت غلطانه زيك زيه بالظبط. يعني ايه علشان متخانقه مع جوزي بتكلم زمايلي وبتكلم على راحتي اي نعم مش كلام خارج بتاع ايه اصلا تتكلمي مع رجاله غريبه عنك، ولاد عمك رجاله غريبه عنك، ولاد خالك رجاله غريبه عنك، مش عارفه مين اللي متربي معاك وانتم متربين مع بعض وكان بيعمل بيبي عليك وانت بتعملي بيبي عليكم مزروطين بعض بيبي، كبرتوا انتوا الاثنين بقيتوا اغراب عن بعض. ما فيش حاجة اسمها أصل عشرة، أصل الحب اللي كان، وأصل الكلام ده كله، ما فيش الكلام ده. أنت عايزة ترجعي له، أنت هترجعي له، كل اللي بيتكرر هيتكرر تاني، هترجعي هيضربك هيشتمك تروح عند أهلك تلاقي نفسك حامل، ترجعي معاكي عيل رابع ولا عيل تأتأ رابع، ويبقى احنا ما حليناش حاجة. اقعدي وفكري بالعقل. الأهل من هنا يقعدوا معاه والأهل من هنا يقعدوا معاه، إن الست تقعد معززة مكرمة في بيتها.
امها او ابوها، او تقعد مع امها او ابوها ومصروفها ومصروف عيالها يوصل لهم كل اول شهر، علشان انت بني ادم ما تتامنش على عيالك ولا على مراتك. ضرب وشتيمه، هيفضل يضرب ويشتم، بيتخانق وبيسب في اعراض، هيفضل يتخانق ويسب في اعراض. يعني انا يا جماعه وانتوا تبقوا متخيلين ايه؟ يعني مثلا هو كان وحش، هيتحول يبقى ايه؟ يعني ايس كريم فانيليا هيبقى وحش برضه. تاني وتالت وعاشر انا بقولها لكم يا جماعه، اللي فيه طبع ما بيبطلهوش. دي حاجات بتبقى في الصفات خلاص بقى. يعني في ناس بتقدر تقلل شويه وبتقدر تمسك نفسها، لكن ان هي تبطل خالص، اما يبقاش عصبي، ما يبقاش بيشتم، ما يبقاش قليل الادب، ما بيبقاش هتلاقي مع خناقه هيعدي خناقه خناقتين ثلاثه. وانا برضو انا مش فاهمه انت تقدري ترجعي له ازاي وهو خدك كده علشان تروحي تعملي تحليل اثبات نسب لابنه. ده رأيي أنا شخصيا. انت أنا لا قاضي ولا أنا شيخ ولا أنا حاكم ولا أنا مأذون بصلح ما بين الناس. انت بتسألينا كفضفضة مجموعة أصحاب مع بعض. ده رأيي أنا شخصيا. ممكن حد تاني يكون بيختلف معايا في الرأي، وده عادي ووارد جدا. زي ما حضرتك متشككة ومش عارفة تعملي إيه وأهلك بيقولوا لك لا طب ارجعي وجربي والكلام ده كله. يعني في رأي. ممكن الناس برضو الناس تكون معايا في الرأي والناس تكون مختلفة في الرأي، وانتي اللي في الآخر في ايدك تقرري. انتي اللي شايفة الأصح بالنسبة لك، انتي اللي شايفة الإهانة كنت ممكن تستحمليها وتعديها، ولا أنا كرامتي خط أحمر. انتوا كمان يا جماعة سيبوا لها آرائكم وكومنتاتكم وتعليقاتكم، وربنا يهدي لك الحال ويهديكي للصواب إن شاء الله. الصواب إن شاء الله. أشوفكم بكرة بإذن الله في يوم جديد ومشكلة جديدة، وافتح قلبك مع ستة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.